750 موظف اللي غيتزادوا في مكاتب الهجرة. السلام عليكم ومرحبا بكم الاخوان. حنا محتاجين في لايك ومحتاجين في البارطاج باش تشجعونا باش نبقاو نديروا الجديد ان شاء الله. حنا عارفين كاينين مشاكل هنا في اسبانيا في مكاتب الهجرة. كاين المدن اللي كيتعطلوا فيهم 20 يوم، كاين المدن اللي كيتعطلوا فيهم حتى العام، كاين المدن اللي كيتعطلوا فيهم 3 شهور 4 شهور 5 شهور. يعني اسبانيا باش تحيد هذا المشكل هذا في 2024 كنا هضرنا على زيادة الموظفين في المكاتب الهجرة. كاين 750 موظف اللي غتزاد في جميع المكاتب الهجرة، يعني غتقسم على جميع المكاتب الهجرة. وكاينه 500 او 360 موظف اللي غيكون خاص كيدور على المكاتب الهجرة، يعني غيتفرق. هذا ما يكونش خدام رسمي، غيكون بحال المساعدة، يعني بحال النجلة. ما تنساوش تبارطاجيو لينا هذا الفيديو، وغنعطيكم بعض النقط اللي مهمين. مثلا كاين بعض المكاتب الهجرة، مثلا يعني كاين بعض المكاتب الهجرة اللي ما عندهاش ملفات بزاف، وكاينه بعض المكاتب اللي عندها ملفات بزاف. راه باينه اللي كيتعطلوا 8 شهور 9 شهور ماشي بحال اللي كيتعطلوا شهر 20 يوم 30 يوم 90 يوم. يعني من دابا من فوق في الايامات القليله القادمه، يعني في هاد الشهرين، يعني في هاد الشهر ولا في 20 يوم غيبداو اي مكتب الهجره عنده غير شويه ديال الموظفين وعنده غير شويه ديال الخدمه، ما عندوش التراميتيس بزاف، غيولي يشد الخدمه من مكاتب الهجره اللي عندها تراميتيس بزاف. يعني يوليو يقسموا الخدمه ما بين سترانخيريات وسترانخيريات اخرين اللي ما عندهمش خدمه بزاف. هنا غيولي تسريع في التراميتيس. يعني اسبانيا عندها بزاف ديال التراميتيس، عندها بزاف ديال الدواسه، بغات تفك ديك الدواسه. يعني غيبداو يجي التسهيلات ان شاء الله، غيبداو يجاوبوا في التراميتيس، غيوليو يجاوبوا الناس دغيا. اي واحد عنده شي ملف معطل، ولا اي واحد كيستنى باش يدفع، اي واحد غيدفع من شهر 12 فوق، او العام الجاي، او لا ابتداء من شهر واحد اللي جاي 2029، او من الشهر اللي جاي، ولا من هذا الشهر هذا. مهم خرجت في الجريده بان الايامات القليله غادي يطبقوا او غادي يوزعوا 750 موظف في المكتب، جميع المكاتب الهجره اللي كاينين في اسبانيا. بعد برشلونه كتار، برشلونه غادي تاخذ كتار، الميريا غادي تاخذ كتار، وكاين بزاف ديال المدن اللي غياخذوا كتار ديال الموظفين. ولكن هاد الموظفين ما غيكونوش خدامين مختصين في واحد المدينه. هاد الموظفين غادي يخدموا، غيسرعوا، يعني غيكونوا بواحد الموظفين اللي يقدروا يكونوا كيخدموا. كاين اللي يخدموا يعني من الدار، يعني بحال مثلا عنده بيسي ديالو يخدم لك، يمشي لاي بلاصه يخدم لك تراميتي. كاين اللي يخدم لك مثلا من البيرو، كاين اللي يخدم لك من البيرو. وكاين اللي غيمشي لمكاتب الهجره، مثلا يمشيو 15 10 الموظفين غادي يخدموا في ديك المدينه، غيسرعوا الملفات وغيمشيو لمدينه اخرى. يعني هاد 750 موظف راه ما غاديش تخدم رسميه في شي مكتب، غتكون فقط واحد، يعني واحد يعني حنا نقول لك واحد الفرقه ديال المساعده. مثلا بقاو تكونوا 10 10 10 10 الموظفين يمشيو للمدن اللي فيهم تراميتيس بزاف. غيبدا التسريع في يعني غيبدا يعني يبداو يسرعوا في التراميتيس. يعني ديك 90 يوم وديك 60 يوم وديك 40 يوم وديك 9 شهور وديك العام ان شاء الله ما غاديش تبقى. هذا من الربح ديال مكاتب الهجره، هذا من الربح ديال اسبانيا. يعني فعاود ديك الدوسي يبقى ناعس تما او لا يولي عليه صمود، هما غيبغيو يسرعوه. داكشي علاش ان شاء الله اي واحد غيدير شي تراميتي من دابا من فوقي غادي يوجهوه دغيا وما غيفهم والو. مثلا انت دفعتي، الناس اللي دفعوا في 2025 كاين الناس اللي دفعت شهر واحد باقي تراميتي. كنهضر على الناس اللي دفعت تراميتي من الاول. ما الناس اللي كدير الرينوفاسيون هذوك دغيا كيجاوبوهم. كاين المدن اللي كيتعطلوا في الرينوفاسيون 4 شهور 3 شهور، ولكن الرينوفاسيون ما كيتعطلوش بزاف، حيت انت ديجا داخل عندهم. فقط كيشوفوا لك النومينات، كيشوفوا لك لا فيدا لابوار ديالك شحال خدمتي صافي كيجاوبوك. كنهضروا على الناس جداد، تراميتيس جداد، ناس سوسيو فورماتيفو، ناس ريغو لابورار، ناس ريغو سوسيو لابورار. كاينين تراميتيس جدادين اللي دخلوا اكثريه من 20 في 5 فوق. من عام 20 في 5 فوق هذا العام هذا وقعوا بزاف ديال التغييرات، دخل قانون جديد، تعديل جديد. هنا كثروا الدواسه، مكتب الهجره كثروا عليها الملفات. هنا قرروا باش يخرجوا هاد 750 موظف باش ان شاء الله كلشي يستافد، كلشي غيجاوبوه، واللي عنده شي تراميتي غيجاوبوه، واللي ما عندوش باغي يديرو ان شاء الله يبداو يجاوبوه دغيا. يعني التراميتيز ديال مكاتب الهجره ما يبقاوش يطولوا. كنتمنى من الله خير للجميع، والله يسهل على الجميع. ما تنساوش تشجعونا، والفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.